الاول كده تعالى نفكر بالعقل شويه. لو حد شاف ليفربول من بره هيقول قد ايه ده فريق عظيم قدر يكسب سباق الدوري الانجليزي ويتوج بيه في الاخر، وكمان بيقدم كره هجوميه ممتعه وجريئه مع سلوت. بس لو دخلت جوه الفرقه وبصيت بتركيز شويه تلاقي ان القصه ما كانتش ورديه كده خالص. الفريق رغم الفوز بالدوري الانجليزي كان عنده مشاكل كتيره وكتيره جدا كمان، بس اداره ليفربول فهمت الحكايه وقدرت تحط ايديها لا مؤاخذه على البلف. وكل مشكله هنعرضها النهارده اداره ليفربول لقت لها الحل بصفقات من العيار التقيل. وبعض الصفقات الكتيره اللي هنقولها دي هيقع قدامنا سؤال مهم جدا: هل ليفربول بيعمل فريق يسيطر بيه على الكره الانجليزيه والاوروبيه لسنين قدام، ولا هيكون زيه زي المواسم اللي بتبدا بحماس كبير وفي الاخر بتنتهي بخيبه امل كبيره؟ اوعدك بعد ما تتفرج على الحلقه دي للاخر هتقدر تجاوب على السؤال ده بنفسك، بس ده طبعا بعد ما تنزل ترزع لايكك الجميل وسبسكرايبك الاجمل. بعد ما عملت كل ده تعالى معايا نشوف الحكايه. طيب، اول مشكله كانت واضحه عند ليفربول وهي الدفاع. مستوى ارنولد ده كان اول مشكله في دفاع ليفربول الموسم اللي فات، واللي تقريبا كان مشغول بمفاوضات ريال مدريد معاه، وده اللي كشف قد ايه ليفربول كان بيعتمد عليه في بناء اللعب، وبغيابه او بنزول مستواه الفريق كان بيتاثر كتير من ناحيه الخروج بالكوره. اصل هو مش باك يمين تقليدي، لا ده صانع العاب متحرك بيقدر يبدا اللعب من تحت. اما مركز قلب الدفاع كان عليه علامات استفهام كتير. فان دايك محدش يقدر يختلف عليه انه قائد عظيم ومدافع كبير، لكنه جسمه تقل وبطل يجري زي الاول، وبقى يعتمد في لعبه على التمركز اكتر من السرعه. ده غير كوناتيه يعني اللي الاصابات ما كانتش بترحمه طبعا. كل ما يثبت على مستوى انه خلاص هيبدا يمسك مركزه يجيله اصابه وتعكنن عليه وتقعده شهرين في البيت. اما بقى المشكله الثانيه فكانت في الهجوم. داروين نونيز مهاجم بيتحرك صح وبيقدر يسحب المدافعين وبيخلق فرص كتير بتحركاته الذكيه، بيعمل كل حاجه في الكوره حرفيا الا انه يسجل اجوان، لانه فقط اعز ما يملك وهي ثقته كمهاجم. النقطه دي خلته ان هو ما ينفعش ليفربول خلاص، وده خلاك كاداره ليفربول انك تفكر في لعيب زي ايزاك مهاجم نيوكاسل، مهاجم بيقدر ان هو يسجل من انصاف الفرص مش زي المعتوه اللي عندنا. اما المشكله الثالثه عندنا وهي نص الملعب. نص ملعب ليفربول كان فيه ماك اليستر وسوبوسلاي وجرافنبرغ، لعيبه قويه جدا جدا في نص الملعب، لكن مفيش حد فيهم صانع العاب كلاسيكي يقدر ان هو يفك التكتلات الدفاعيه، ويقدر ان هو يستلم ويسلم في مساحات ضيقه، وتمريراته تقدر تضرب دفاع الخصم بسهوله. ليفربول قعد طول الموسم تقريبا معتمد على الاختراق من الاطراف والتسديد من بعيد، لكن قدام الفريق اللي بيركن الاتوبيس ورا ما عندكش غير حل وحيد وهو صانع الالعاب اللي بالمواصفات اللي احنا قلناها. رابع مشكله كانت عند ليفربول الموسم اللي فات وهي حته محنكه شويه، هي الاستمراريه الذهنيه. الفريق كان بيعمل ماتشات ناريه وبيحسمها من اول ربع ساعه، ويجي بعدها باسبوع قدام فريق بينافس على بوت يخسر او يتعادل، وده لان التركيز مش ثابت، والحفاظ على الحماس والطموح جوه اللعيبه كانت اول تحدي بيواجه سلوت. اما المشكله الاخيره في ليفربول فهي الدكه. يهم قوي اي فرقه بتنافس على كل البطولات ان هي تكون عندها دقه قويه. لما تبص على دكه ليفربول هتلاقي انها ما عندهاش اللعيبه اللي بنفس مستوى اللي في الملعب، لعيبه ما تقدرش ترميها في ماتش كبير تصنع لك الفارق مثلا. والدليل على كده ان اي غياب او اصابه بيهز المنظومه كلها. ازاي فريق بحجم ليفربول يقدر يعالج المشاكل دي قبل موسم طويل وصعب؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نبص على الميركاتو الصيفي في ليفربول، وبعدها بقى نشوف هل اللعيبه دي قادره تحل لك مشاكلك ولا لا. والحقيقه ان اداره ليفربول والله ما قصروا، بدات الميركاتو الصيفي بقوه كبيره جدا. ده يعرفك قد ايه ان هي اداره بتفهم، لانها عارفه رغم الفوز بالدوري اننا محتاجين تدعيمات. عشان كده حسموا 3 صفقات اعلنوا عنها بشكل رسمي. اولهم صانع الالعاب الالماني اللي جاي من ليفركوزن بصفقه تخطت ال 125 مليون يورو، اللي تعتبر اغلى صفقه في تاريخ ليفربول والبريمير ليج. اداره ليفربول شايفه ان فيرتس هيحل جزء كبير من مشكله نص الملعب اللي اتكلمنا عليها. كمان عايز اقول لك ان الصفقه دي هتفيد ليفربول لسنين قدام، لان فيرتس عنده بتاع 24 سنه فلسه عنده كتير يديهولك. اما تاني صفقه معانا هي صفقه الظهير الايمن فريمبونج اللي جاي من ليفركوزن، هو الثاني ب 40 مليون يورو. فريمبونج عامل زي ارنولد بقدرته على الانطلاق لقدام وخلق ثغرات في دفاع الخصم، يمكن احسن منه كمان من حيث الخفه والسرعه والمهاره. الصفقه دي تعتبر جايه كحل مباشر لمشكله الظهير الايمن في ليفربول. اتوقع ان بنسبه كبيره فريمبونج هينجح ان هو يحل المشكله دي. ثالث صفقه اعلن عنها ليفربول بشكل رسمي وهي صفقه الظهير الايسر كيركيز اللي جاي من بورنموث ب 47 مليون يورو. وجود كيركيز بيدعم الجبهه اليسرى بشكل كبير، وهيجي اليوم ان هو هيكون الافضل في مركزه، وافتكروا كلامي ده كويس. وبكده ليفربول يكون صرف 212 مليون يورو في بدايه ميركاتو الصيف. فاداره ليفربول البخيله تصرف الفلوس دي كلها بالسرعه دي؟ اقول لك لا، ده لسه الاجمد من كده كمان. ليفربول لسه دايس ومكمل في الميركاتو بقوه، داخل في مفاوضات مع اكتر من لعيب على راسهم المهاجم السويدي الكسندر ايزاك. اداره ليفربول شايفه ان ايزاك
ايزاك حل لمشكله التهديف في الفريق. اصل يعني لو ايزاك اللي ما حلهاش مين اللي هيحلها؟ داروين مايونيز. في تقارير بتقول ان اداره نيوكاسل طالبه 150 مليون يورو، في تقارير تانية بتقول ان هم رافضين فكره البيع تماما. بس اداره ليفربول من ناحيه تانية بتحاول تقنع اللاعب بمشروعها الجديد مع ارني سلوت، ولو قدرت ان هي تقنعه هتستخدمه كورقه ضغط على اداره نيوكاسل وممكن تجبرهم على البيع. كمان من المرشحين بقوه للانضمام لكتيبه سلوت هو مارك جوهي مدافع نيوكاسل، اللي ممكن يساعد بنسبه كبيره في استقرار مركز قلب الدفاع في ليفربول في ظل اصابات كوناتيه المتكرره، وكمان فان دايك ما بقاش يدي زي الاول. على كل حال يعني ليفربول عامل لغايه دلوقتي ميركاتو قوي جدا جدا جدا. لو قدروا ان هم يخلصوا مع ايزاك الصفقه دي هتنقل سوق انتقالات ليفربول من قوي جدا لتاريخي بمعنى الكلمه. دلوقتي تعالى اقول لك اخر حاجه على السريع كده تشكيله ليفربول المتوقعه للموسم الجديد. اكيد هيبدا في حراسه المرمى بارسن وده مفيش كلام عليه. قلبين دفاع فان دايك وكوناتيه ومارك جويه هيزعمهم على المركز ده لو قدروا ان هم يخلصوا معاه. الباك اليمين والباك الشمال الصفقتين الجداد فريمبونج على اليمين وكيركيز على الشمال. نص الملعب هيبقى فيه ماك اليستر وفراينبرغ، والقطعه اللي كانت ناقصه ليفربول في نص الملعب فيرتس، وده ثلاثي لو اندمج واشتغل مع بعض ممكن يكون اقوى خط وسط في العالم. اما على اليمين اكيد هيبقى محمد صلاح يعني ما فيهاش كلام. ناحيه الشمال بقى رغم ان هو كان هيمشي ولكن بسبب موت جوتا المفاجئ فهو قاعد على قلبنا. قدامهم بقى هيبقى ايزاك او اي مهاجم تاني هيجيبوه. خلينا متفقين ان سلوت مدرب قوي تكتيكيا، ولكن الموسم اللي فات كشف له ثغرات لازم يشتغل عليها لو كان عايز يعني يسيطر على الكرة في انجلترا واوروبا. الثغرات دي بدا يعالجها بالفعل في التدريبات وبالصفقات الجديده، بس كل اللي بنهري فيه ده واقف على سؤال واحد بس: هل ليفربول جاهز ان هو يكون فريق مرعب بجد؟ يهمني جدا ان انا اعرف رايكم في الكومنتات، ولو لسه بتتفرج لغايه دلوقتي وما عملتش لايك وسبسكرايب انزل اعمل حالا. وكده الحمد لله خلصنا حلقتنا على خير، وكان معكم كالعاده اخوكم مروان ميزه، وسلام.